السلام عليكم، معكم حسين من قناة ولد الطحاوي. الفيديو ده هتكلم معاكم عن ليه بنلاقي حلول لمشاكل صحابنا وما بنلاقيش حلول لمشاكلنا. مش عارف ليه الفترة دي تحس ان فيديوهاتي قلبت على فيديوهات باشمهندس احمد ابو زيد، بس يعني مش عارف، زي ما بتكلم مع صحابي بتكلم معاك ونمشي الدنيا مع بعضينا ونلاقي حلول مشاكل بعضينا كده، فاهم؟ يلا يا عم عادي، مش مشكلة. انت كنت معايا في مشكلتي ساعة ما كنتش لاقي شغل ومش فاهم ليه مقفلة معايا، لحد ما وصلت لمرحلة ان انا شغال في شركة وبوم وطخ وشخاليل وسجات. فتعالى بقى اقول لك انت ازاي تلاقي حلول لمشاكلك بدل ما بتلاقي حلول لمشاكل صاحبك، ومحدش من صحابك بيلاقي مشاكل بيلاقي حلول لمشاكلك. يا رب تستفاد بالفيديو ده فعلا. ويا عم مش عايزك تكمل الفيديو للاخر، كمل بس 50%، ولو اقتنعت كمل 50% الباقيين عادي يعني. بس اهم حاجة ال 50% الاولانيين، وفكك من 50% التانيين عشان ما علينا. يلا بينا. مبدئيا ليه انت بتلاقي حلول لمشاكل صاحبك؟ هو السؤال ده اجابته عبيطه خالص، عشان انت بتسمع من جهه خارجيه. بمعنى يعني انا جيت قلت لك دلوقتي انا عندي مشكله ان انا مش لاقي شغل، دراسه مش عارف ايه، ومشكله تالته مش عارف انزل جيم، ومشكله رابعه مفيش وقت للجيم، ومشكله خامسه الفلوس مش مقضيه للجيم. فانت دماغك فيها مشاكل كتير، محتاج تطلعها بره. محتاج تطلعها بره ليه؟ عشان مبدئيا عينيك تشوفها. انت دلوقتي في مخك، فما فيش حاجه غير في دماغك، ولا عينيك شايفاها، ولا بقك مصدقها، ولا مناخيرك شماها، ولا ودانك سامعاها، ولا ايديك لمساها. بجد والله، يعني الكلام ده استنتاج مني، يا رب يطلع صح ماشي، عشان انا ما سمعتش عنه ومحدش اتكلم في الحته دي قبل كده. في تاتش مني يعني، اوكي؟ فحضرتك زي ما بقول لك لازم تسمع وتشوف وتحس وتشم المشاكل. ازاي هتعملها لوحدك من غير ما تقول لصاحبك ده وصاحبك ده وصاحبك ده وصاحبك ده؟ اقول لك دلوقتي. فيها ذباب، فيها ذباب. اول حاجه انت لازم تكتب مشاكلك، دي حاجه ضروريه، ودي اول حاجه اللي انت هتبني عليها، ودي اللي هتحل مشاكلك ان شاء الله. تكتبها بقى في ورقه، تكتبها على تليفون، المهم تبقى شايف مشاكلك قدامك. كده احنا خلصنا من اول حاجه عينيك شايفاها ماشي. تفكر بقى تاخد كل مشكله لوحدها كده. انت مثلا عندك مشكله ان انت مش لاقي شغل، تاخدها في صفحه تانية. انا مش لاقي شغل ليه؟ انا عايز اشتغل ايه؟ انا ايه المواصفات اللي انا محتاجها في الشغلانه؟ طبعا الكلام ده ما بيمشيش عندنا. انت اي شغلانه تلاقيها ترشق فيها ماشي. تفصص المشكله زي ما بحاول اشرح لك، اوكي؟ فصصت المشكله، هتعرف تحل فص لوحده. كده انت خلاص المشكله دي اتحلت ان شاء الله. يعني فاضل بس التطبيق، يعني انت بقى معاك الطريقه اللي تحل بيها المشكله. يا رب تكون المشكله اتحلت. عايز تقفل على كده؟ خلاص شكرا. ال 50% او 60% كمان من الفيديو خلاص خلص ماشي. عايز تكمل بقى اقول لك بقيه الطرق او تعمل ايه بعد كده. المهم ان يبقى في رغي، اوكي؟ بشويه حاجات برضو ممكن تفيدك. الكلام ده من تجربه فعليه وعمليه وشخصيه، اوكي؟ يلا بينا. بعد ما فصصت مشكلتك وبقيه المشاكل التانية وحاولت تشتغل عليها باجتهاد، او ان انت تنزل تدور على شغل فعلي، دي طريقة. الطريقة التانية ان انت تحاول تدور على شغل على النت. اعرف مواقع كتير منها فرصنا دي. انا نزلت تقريبا 3 شغلانات او 2، طبعا ما كملتش، بس يعني فعلا موقع بيوفر حاجات للشغل، اوكي؟ تالت حاجة ولا مفيش تالت؟ دي مشكلة الارتجال، ان انا مش كاتب سكريبتات. ايه اصلا اللي انت بتعمله في نفسك ده اصلا؟ ما تكتب سكريبتات يا عم. هو دلوقتي دور على شغل على النت وعلى الواقع. التالتة بقى انك تنزل على الفيس وعلى الواتس وعلى الانستجرام: يا جماعة انا فاضي وبدور على شغل، اللي عنده شغل يبعت لي. ودي هتعتمد على اصحابك بقى. لو انت راجل ما عندكش اصحاب فدي مش هتمشي معاك. ساعات بتمشي اوكي، بس انا ما برجحهاش، عشان في صحاب ما بيحبوش تبقى معاهم في الشغلانه، ما بيحبوش الخير اصلا للناس. فما اعرفش يعني، لو صاحبك جدع هيدلك على شغلانه، ولو قابلت غراب جدع يبقى هتقابل صاحب جدع، فلما تقابل غراب جدع هتقابل صاحب جدع. إيه اللي انا بقوله ده؟ قصدي لو قابلت غراب ابيض هتقابل صاحب جدع، ولو قابلت صاحب جدع هيدلك على شغلانه جدع. فدول 3 طرق مختلفين لحوار الشغل، وكده مش هينفع افصص لك مشكله مشكله وحل حل. انا هديك في مش هديك في حاجه يعني، قد كيس اي حاجه. ساعد معايا زق الدنيا، مش هينفع. قصدي بمنتهى الادب، هدلك على الحاجات العامه اللي تمشي مع كل حاجه ماشي. فانت مش عايز اقول تفاح، فحضرتك هتمسك مشكلة مشكلة تفصصها في ورقة لوحدها. ولازم والله ضروري تكتب مشاكلك عشان تحس بيها. انت هنا
اوفر ثينكينج مشاكل، اوفر ثينكينج مشاكل كتير مش لاقي لها حل، مش عارف ايه. وهي ابسط من كده والله. انا عارف المشاكل، يعني ممكن حد مثلا يبقى باصص كده، انت خلي بالك انت فاضي، انت سطحي، انت ما عندكش مشاكل. صاحبي، صاحبي، احنا جايين الدنيا دي نشأة، ده اساسا ماشي. ومبدئيا كده يعني الدنيا دي عقاب لينا، اوكي. فانت مش محتاج تقول لي الكلام ده يا اسطى. يا اسطى كل واحد مشاكله على قده، ربنا ما بيشيلش حد فوق ضغطه. فانت ربنا يقويك على اللي انت فيه يا عم. لو مشاكلك كبيره والكلام اللي انا بقوله ده تافه بالنسبه لك، ربنا يكون في عونك يا اسطى. انا بحاول اعمل اللي عليا، او بحاول كده فاهم، احط لك تاتشايه يمكن ربنا يفكها عليك. فانت ما تجيش تقول لي انت ما تعرفش حاجه، انت مش عايش معانا. حاول اعمل اللي عليا والله، مش عاجبك اقفل. بس كده. نرجع بقى لموضوعنا. تعالى يا راجل يا طيب، يا اللي ما اتكلمتش وما قلتش حاجة وقاعد بتستفيد، انت كده راجل مية مية. نكمل. احنا وصلنا لفين؟ ان احنا كتبنا مشاكلنا على ورقة، وكتبنا كل مشكلة في ورقة تانية عشان نفصصها ونعرف نمسك كل فصل لوحده، وايه بدايله وايه اختياراته، ونشتغل عليها كلها. ده لو انت ايه، مية مية. يعني انت لو عملت كده انا اضمن لك ان شاء الله مع الصلاة والدعاء ان انت تبقى في حتة تانية ماشي. واهم حاجة الصلاة والدعاء، اهم من انك تكتب اصلا المشكلة وتكتب حلها وتدور عليه وتسعى. وتسعة ونص وخمسة انا هقفل الفيديو ده. بحاول افكها معاك، ما تبقاش انت والدنيا وانا وهما وإيران والدنيا دي كلها. عايزين ايه كده ماشي؟ كده على طول يعني، على الهادي يا زبادي كده ماشي. فدلوقتي شفنا حلول للمشاكل الحمد لله، بدأنا نصلي الحمد لله، وانتظمنا الحمد لله. الدنيا بدأت تفك، صح ولا غلط؟ يا رب تكون بدأت تفك. بعد ما تفك المفروض يبقى فيديو تاني. مش عارف يعني، انا بسأل انت شايف ايه. تعال نكمل وخلاص في الفيديو ده. هو انت كده فعلا لقيت حلول لمشاكلك؟ يعني الصحاب بتعمل ايه؟ بص يا اسطى، انا اصلا ما اتكلمتش. انت ازاي بتلاقي حلول لمشاكل صاحبك وما بتلاقيش حلول لمشاكلك؟ يا رب يا رب الفيديو ده اعرف انزله يا رب. مش عارف، حاسس ان طفيت، فقدت الشغف فجأة. وانا حاسس ان الحل انك بتكتب مشاكلك وتدور على حلول لكل مشكلة، وخلاص كده انت بسطت الدنيا على نفسك. بدل ما كنت حابس كل مشاكلك هنا، لا انت بقيت شايفها، بقيت قادر تمسك كل واحدة تشوف هتحل ازاي وبتاع ومش عارف ايه. وهي بدل ما انت بتكلم بني ادم والبني ادم ده يرد عليك، كانش عارف يستنتج حل لمشاكله. فانت عملت الاتنين في بعض، قلت له مشاكلك ورديت على نفسك وشايفك. ومتقلقش محدش بينافسك، فامشي على مهلك وان شاء الله تلاقي حلول يا عم. ولو فعلا لقيت حلول لمشاكلك اكتب لي تحت في الكومنتات، عشان الكلام ده هيبسطني ماشي. وهحل مشاكل برضو، مشاكل ليا، ان انا حاسس ان انا بقيت اضيع وقت. فانت اللي هتجاوب على السؤال ده، لو انا بضيع وقت ولا لا. ماشي. بعد ما تستفاد بقى ابقى فيدني انا، اوكي. بس كده. I don't know when uploading a new video، بتسيبها على الله. اشوفك الفيديو الجاي وباي. وان شاء الله تبقى مية مية ساعتها. يلا سلام.